ليه الإحساس بالذنب بيخلينا نرجع ناكل أكتر؟ الأكل العاطفي. إزاي أكسر دايرة الأكل؟ بعديها ندم، بعديها أرجع آكل، بعديها أرجع ألتزم دايت، بعديها يجيلي تاني إحساس بالأكل العاطفي فأرجع آكل وألخبط وأندم وأفضل في نفس الدايرة دي مخرجش منها، وميزاني يزيد ويجيلي إحباط وبطل دايت خالص وابدأ آكل بقى على مزاجي ويزيد ميزاني بال20 وال30 كيلو. هرموناتك مش ضدك، مش ضعف شخصية منك، أوقات بتبقى هرمونات. لازم نفهم جسمنا ونتعامل معاه. لما بتتوتري بتبقي زعلانة، مضغوطة، فرحانة، حاسة بالملل، هرمون الكورتيزول في الجسم بيعلى غصب عنك. بتحسي ان انت عايزة تروحي لحاجة مسكرة، نشويات، بتاكلي وانت شبعانة. ده اسمه اكل عاطفي علشان تحسي بالسعادة والتوتر ده يروح، لان المخ بيفرز الدوبامين بعد ما بتاكلي بقى السكر ويحسسك بالسعادة وجميل ارتاء وجميل كل حاجة، بس انت بعدها بتحسي بالذنب وتأنيب الضمير والإحباط. يا جماعة النوم والمشي علاج الأكل العاطفي. لازم أعالج الأكل العاطفي، لازم أعمل لنفسي تمرين تنفس. أهدى ليه أتوتر وآكل؟ طب ما أنا أهدى أعمل لنفسي دفتر لمشاعري أكتب فيه التوتر، المشاعر، المشاكل، الضغوطات، مبسوطة. كل الحاجات دي بتعملي أكل عاطفي. لازم أبني علاقة صحية بيني وبين الأكل. دكتور شيرين هتساعدكم تبنوا العلاقة الصحية ديت في أقصر وقت ممكن، وهتتغلبوا على الجوع العاطفي. اعملوا لي سبسكرايب. ليه الإحساس بالذنب بيخلينا نرجع ناكل أكتر؟ الأكل العاطفي. إزاي أكسر دايرة الأكل؟ بعديها ندم، بعديها أرجع آكل، بعديها أرجع ألتزم دايت، بعديها يجيلي تاني إحساس بالأكل العاطفي فأرجع آكل وألخبط وأندم وأفضل في نفس الدايرة دي مخرجش منها، وميزاني يزيد ويجيلي إحباط وبطل دايت خالص وابدأ آكل بقى على مزاجي ويزيد ميزاني بال20 وال30 كيلو. هرموناتك مش ضدك، مش ضعف شخصية منك، أوقات بتبقى هرمونات. لازم نفهم جسمنا ونتعامل معاه. لما بتتوتري بتبقي زعلانة، مضغوطة، فرحانة، حاسة بالملل، هرمون الكورتيزول في الجسم بيعلى غصب عنك. بتحسي ان انت عايزة تروحي لحاجة مسكرة، نشويات، بتاكلي وانت شبعانة. ده اسمه أكل عاطفي علشان تحسي بالسعادة والتوتر ده يروح، لأن المخ بيفرز الدوبامين بعد ما بتاكلي بقى السكر ويحسسك بالسعادة وجميل ارتاء وجميل كل حاجة، بس انت بعدها بتحسي بالذنب وتأنيب الضمير والإحباط. يا جماعة النوم والمشي علاج الأكل العاطفي. لازم أعالج الأكل العاطفي، لازم أعمل لنفسي تمرين تنفس. أهدى ليه أتوتر وآكل؟ طب ما أنا أهدى أعمل لنفسي دفتر لمشاعري أكتب فيه التوتر، المشاعر، المشاكل، الضغوطات، مبسوطة. كل الحاجات دي بتعملي أكل عاطفي. لازم أبني علاقة صحية بيني وبين الأكل. دكتور شيرين هتساعدكم تبنوا العلاقة الصحية ديت في أقصر وقت ممكن، وهتتغلبوا على الجوع العاطفي. اعملوا لي سبسكرايب. كلام خبراء التغذية عن الأكل العاطفي ده مش كلام، يعني مش حاجة هايفة انتي واصلة لها، لا هو فعلا كيمياء بتحصل في المخ عندك. الكلام العلمي فعلا للأكل العاطفي. انتي دلوقتي لما بتاكلي الأكل العاطفي ده لأن انتي عندك توتر، انتي زعلانة، مبسوطة، حاسة بملل، مضغوطة، فالجسم بيتوتر، فهرمون الكورتيزول بيعلى. لما هرمون الكورتيزول بيعلى بيطلب من الجسم سكريات ونشويات، فبتلاقي نفسك بتروحي على الحلويات وعلى الأكل اللي هو non healthy food. بتطلبي أكل من بره، بتطلبي أكل مش صحي خالص بالرغم من إنك بتبقي شبعانة.
اكلك الصحي، فبتروحي اكل غير صحي وبيعمل لك طبعا ايه الاحباط. طبعا انا دلوقتي هرمون الكورتيزول علا طلب مني النشويات والسكريات، فعلشان المخ طالب السعاده، عايز يحس بسعاده وبهدوء. ليه؟ لان هرمون الدوبامين قليل، فانا لما اكلت السكريات هرمون الدوبامين عالي، فحسيت بالسعاده، فالمخ بعت اشاره للمعده لا انا خلاص شبعان، انا مبسوط. طب ده المخ كان زعلان مش جعان. الحل تنظمي مشاعرك بطريقه تانية، عن طريق ايه؟ المشي، نفس عميق، اقعدي تنفسي نفس عميق، اهدي، هاتي ورقه نوتس واكتبي اللي جواكي. انا زعلانه من كذا كذا كذا، انا فرحانه من كذا كذا، انا مش جعانه، انا زعلانه، انا مبسوطه، انا مضغوطه. اتكلمي مكالمه مع حد بتحبيه، قومي صلي، قولي الاذكار. ده علاج الاكل العاطفي. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم نصر. كلام خبراء التغذيه عن الاكل العاطفي ده مش كلام، يعني مش حاجه هايفه انتي واصله لها، لا هو فعلا كيمياء بتحصل في المخ عندك. الكلام العلمي فعلا للاكل العاطفي، انتي دلوقتي لما بتاكلي الاكل العاطفي ده لان انتي عندك توتر، انتي زعلانه مبسوطه حاسه بملل مضغوطه، فالجسم بيتوتر، فهرمون الكورتيزول بيعلى. لما هرمون الكورتيزول بيعلى بيطلب من الجسم سكريات ونشويات، فبتلاقي نفسك بتروحي على الحلويات وعلى الاكل اللي هو نون هيلثي فود، بتطلبي اكل من بره، بتطلبي اكل مش صحي خالص بالرغم من انك بتبقي شبعانه، اكلك الصحي، فبتروحي اكل غير صحي وبيعمل لك طبعا ايه الاحباط. طبعا انا دلوقتي هرمون الكورتيزول علا طلب مني النشويات والسكريات، فعلشان المخ طالب السعاده، عايز يحس بسعاده وبهدوء. ليه؟ لان هرمون الدوبامين قليل، فانا لما اكلت السكريات هرمون الدوبامين عالي، فحسيت بالسعاده، فالمخ بعت اشاره للمعده لا انا خلاص شبعان، انا مبسوط. طب ده المخ كان زعلان مش جعان. الحل تنظمي مشاعرك بطريقه تانية، عن طريق ايه؟ المشي، نفس عميق، اقعدي تنفسي نفس عميق، اهدي، هاتي ورقه نوتس واكتبي اللي جواكي. انا زعلانه من كذا كذا كذا، انا فرحانه من كذا كذا، انا مش جعانه، انا زعلانه، انا مبسوطه، انا مضغوطه. اتكلمي مكالمه مع حد بتحبيه، قومي صلي، قولي الاذكار. ده علاج الاكل العاطفي. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم نصر. علاج الاكل العاطفي مش في الاكل، علاج الاكل العاطفي مش موجود في الطبق، علاج الاكل العاطفي في التعامل مع مشاعرك. لو هتستفيدي من الفيديو، عايزاكي تعملي لي لايك وسبسكرايب على القناة. معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. نفسيتي في وزني، في شكلي، في قوامي، في صحتي. ليه استسلم للاكل العاطفي؟ ليه باكل وانا مش جعانة؟ الفرق بين الجوع الجسدي والعاطفي باين، لانك بتبقي في الاكل العاطفي لسه اكله وشبعانه ومبسوطه، فجاه لقيتي نفسك جعانه، ده اسمه اكل عاطفي. ازاي مشاعرنا بتسوقنا للاكل؟ ازاي بتسمحي لده؟ تسمحيش لده ابدا. اعملي تمرين عملي كده اول ما يحصل لك الجوع العاطفي اللي هو بيجي فجاه ده، هاتي نوتس ورقه وقعدي اكتبي مشاعرك. لقيتي نفسك زعلانه متضايقه حاسه بالملل مبسوطه قوي، عشان كده انت جعانه وعايزه تطلبي اكل من بره فيه سعرات حراريه كتيره قوي، لا اوعي تعملي كده وتعاملي مع الموقف بطريقه تانية خالص. الميزان مش عدوك، مشاعرك هي اللي انت محتاجه تفهميها. الاكل مش حضن، مش هيحتويكي. الاكل وجبه بتتاكل، بعد ما بتاكليها ب10 دقايق وحسيتي بالسعاده وهرمون الدوبامين زاد وكله تمام، بتحسي بعد 10 دقايق بذنب وتأنيب ضمير واحباط وزياده على الميزان والدايت بتاعك باظ.
ارجوكوا لو سمحت ما نستسلمش للاكل العاطفي. رمضان كريم عليكم، وفرصة تنظموا اكلكم في رمضان. جوع القلب. جوع القلب ما بيشبعهوش الاكل. بكلمكم النهاردة عن الاكل العاطفي. جوع البطن بيشبعه الاكل، لكن جوع القلب لو قعدت اطلب اكلات جانك فود، اكلات من بره، حلويات، مش هوصل لمرحلة صعبة جدا من الإحباط وزيادة الميزان ومشاكل كبيرة قوي. طيب أنا أعالجه إزاي يا دكتور؟ أول حاجة بالصلاة. أنا أول ما أحس بالجوع العاطفي ده أقوم أصلي، أهدى كده على نفسي، ما أجريش على التلاجة، ما أجريش على التليفون أطلب أوردر، لا أصلي. تاني حاجة أعملها أسمع كلمة حلوة من صديقة، من قريبة، من أمي، من أبويا، أقعد أتكلم مع الناس اللي بيحبوني وبحبهم، أقول كلمة حلوة لحد، أعمل خير، دعاء، أصلي وأنا بصلي ربنا أدعي إن أنا ربنا يكرمني وأقدر أتغلب على الأمراض اللي عندي بسبب السمنة، وأقاوم الجوع العاطفي ده أو المشكلة اللي حصله لي بتسبب لي الجوع العاطفي. whatever كانت، أنا متضايقة، أنا واقعة في مشكلة حقيقية كبيرة، عندي مشكلة في شغلي، مشكلة مع جوزي، مشكلة مع الأولاد، أدعو ربنا إن المشكلة دي تتحل. مش هروح آكل، تمام، انزل امشي 10 دقايق. 10 دقايق هتبقى كفيله بان هي تنسيكي موضوع الجوع ده خالص، وتفهمك ان اللي انت فيه ده مش جوع، انت شبعانه، انت واكله متغديه وتمام وشبعانه واكلك صحي وجميل مبسوطه. ايه اللي هيخليكي اصلا تبقي جعانه تاني؟ ده جوع عاطفي ملوش اي علاقه بالجوع، وهيسبب لك احباط وزياده في الميزان ومشاكل، وهتبطلي الدايت بسببه. تمام. طيب لو حسيتي بالكلام دوت اكتبي لي في الكومنت. انا عمري ما كنت مدمنة أكل يا دكتور، أنا مدمنة هروب. دي كلمة أنا بوجهها لكل الناس اللي عندهم جوع عاطفي. أنتي مدمنة هروب مش مدمنة أكل. كل مرة تزعلي فيها تفتحي كيس شيبسي، كل مرة تتوتري فيها تطلبي حاجة حلوة، كل مرة تحسي إنك مش متقدرة تقولي أهو الأكل عمره ما زعلني، فتروحي للاكل وتاكلي. ما بيزعلكيش الاكل، بالعكس بيبسطك، بيديكي احساس حلو قوي وبيعلي معاكي هرمون الدوبامين وبيحسسك بالسعاده، بس سعاده مؤقته بتدوم لمده 10 دقايق بس، وبعديها بتحسي بالذنب وبالاحباط، بالذات لما بتطلعي على الميزان تاني يوم وبتحسي ان الميزان زاد، بتكرهي نفسك. لا، انا عايزاكي تعرفي الحقيقه. الحقيقه ايه؟ الاكل الاكل كان بيزعلك، الاكل بيديكي راحة 10 دقايق بس، بعديها في جلد ذات. انا ليه اوصل للمرحلة دي؟ المشكلة مش في الاكل، المشكلة ان احنا بنحاول نسكت مشاعرنا بالاكل. لو بتاكلي عشان تريحي قلبك، صدقيني قلبك محتاج احتواء مش سعرات حرارية. لو حسيتي بالكلام ده اكتبي لي انا فهمت، وانا هتابعك في الكومنتات وهعالجك من الجوع العاطفي. كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. اعملوا لي سبسكرايب على القناه وتابعوني، هنزل لكم سلسله كامله عن الجوع العاطفي وازاي تتغلبوا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم. انا عمري ما كنت مدمنه اكل يا دكتور، انا مدمنه هروب. دي كلمه انا بوجهها لكل الناس اللي عندهم جوع عاطفي. انتي مدمنة هروب مش مدمنة اكل. كل مرة تزعلي فيها تفتحي كيس شيبسي، كل مرة تتوتري فيها تطلبي حاجة حلوة، كل مرة تحسي انك مش متقدرة تقولي اهو الاكل عمره ما زعلني، فتروحي للاكل وتاكلي. ما بيزعلكيش الاكل، بالعكس بيبسطك، بيديكي احساس حلو قوي وبيعلي معاكي هرمون الدوبامين وبيحسسك بالسعاده، بس سعاده مؤقته بتدوم لمده 10 دقايق بس، وبعديها بتحسي بالذنب وبالاحباط، بالذات لما بتطلعي على الميزان تاني يوم وبتحسي ان الميزان زاد، بتكرهي نفسك. لا، انا عايزاكي تعرفي الحقيقه. الحقيقه ايه؟ الاكل
الاكل كان بيزعلك، الاكل بيديكي راحة 10 دقايق بس، بعديها في جلد ذات. انا ليه اوصل للمرحلة دي؟ المشكلة مش في الاكل، المشكلة ان احنا بنحاول نسكت مشاعرنا بالاكل. لو بتاكلي عشان تريحي قلبك، صدقيني قلبك محتاج احتواء مش سعرات حرارية. لو حسيتي بالكلام ده اكتبي لي انا فهمت، وانا هتابعك في الكومنتات وهعالجك من الجوع العاطفي. كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. اعملوا لي سبسكرايب على القناه وتابعوني، هنزل لكم سلسله كامله عن الجوع العاطفي وازاي تتغلبوا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم. علاج الاكل العاطفي مش في الاكل، علاج الاكل العاطفي مش موجود في الطبق، علاج الاكل العاطفي في التعامل مع مشاعرك. لو هتستفيدي من الفيديو، عايزاكي تعملي لي لايك وسبسكرايب على القناة. معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. نفسيتي في وزني، في شكلي، في قوامي، في صحتي. ليه استسلم للاكل العاطفي؟ ليه باكل وانا مش جعانة؟ الفرق بين الجوع الجسدي والعاطفي باين، لانك بتبقي في الاكل العاطفي لسه اكله وشبعانه ومبسوطه، فجاه لقيتي نفسك جعانه، ده اسمه اكل عاطفي. ازاي مشاعرنا بتسوقنا للاكل؟ ازاي بتسمحي لده؟ تسمحيش لده ابدا. اعملي تمرين عملي كده اول ما يحصل لك الجوع العاطفي اللي هو بيجي فجاه ده. هاتي نوتس، ورقه، وقعدي اكتبي مشاعرك. لقيتي نفسك زعلانه، متضايقه، حاسه بالملل، مبسوطه قوي، عشان كده انت جعانه وعايزه تطلبي اكل من بره فيه سعرات حراريه كتيره قوي. لا، اوعي تعملي كده، وتعاملي مع الموقف بطريقه تانية خالص. الميزان مش عدوك، مشاعرك هي اللي انت محتاجه تفهميها. الاكل مش حضن، مش هيحتويكي. الاكل وجبه بتتاكل، وبعد ما بتاكليها ب10 دقايق وحسيتي بالسعادة وهرمون الدوبامين زاد وكله تمام، بتحسي بعد 10 دقايق بذنب وتأنيب ضمير وإحباط وزيادة على الميزان والدايت بتاعك باظ. أرجوكوا لو سمحت ما نستسلمش للأكل العاطفي. رمضان كريم عليكم، وفرصة تنظموا أكلكم في رمضان. جوع القلب، جوع القلب ما بيشبعهوش الأكل. بكلمكم النهاردة عن الأكل العاطفي. جوع البطن بيشبعه الأكل، لكن جوع القلب لو قعدت أطلب أكلات جانك فود، أكلات من بره، حلويات، مش هوصل لمرحلة صعبة جدا من الإحباط وزيادة الميزان ومشاكل كبيرة قوي. طيب أنا أعالجه إزاي يا دكتور؟ اول حاجه بالصلاه. انا اول ما احس بالجوع العاطفي ده اقوم اصلي، اهدى كده على نفسي، ما اجريش على التلاجة، ما اجريش على التليفون اطلب اوردر، لا اصلي. تاني حاجه اعملها اسمع كلمه حلوه من صديقه، من قريبه، من امي، من ابويا، اقعد اتكلم مع الناس اللي بيحبوني وبحبهم، اقول كلمه حلوه لحد، اعمل خير، دعاء، اصلي وانا بصلي ربنا ادعي ان انا ربنا يكرمني واقدر اتغلب على الامراض اللي عندي بسبب السمنه، واقاوم الجوع العاطفي ده او المشكله اللي حاصله لي بتسبب لي الجوع العاطفي whatever كانت. انا متضايقه، انا واقعه في مشكله حقيقيه كبيره، عندي مشكله في شغلي، مشكله مع جوزي، مشكله مع الاولاد، ادعو ربنا ان المشكله دي تتحل. مش هروح اكل، تمام، انزل امشي 10 دقايق. 10 دقايق هتبقى كفيله بان هي تنسيكي موضوع الجوع ده خالص، وتفهمك ان اللي انت فيه ده مش جوع، انت شبعانه، انت واكله متغديه وتمام وشبعانه واكلك صحي وجميل، مبسوطه. ايه اللي هيخليكي اصلا تبقي جعانه تاني؟ ده جوع عاطفي ملوش اي علاقه بالجوع، وهيسبب لك احباط وزياده في الميزان ومشاكل، وهتبطلي الدايت بسببه. تمام. طيب لو حسيتي بالكلام دوت اكتبي لي في الكومنت. انا عمري ما كنت مدمنة أكل يا دكتور، أنا مدمنة هروب. دي كلمة أنا بوجهها لكل الناس اللي عندهم جوع عاطفي.
انتي مدمنة هروب مش مدمنة اكل. كل مرة تزعلي فيها تفتحي كيس شيبسي، كل مرة تتوتري فيها تطلبي حاجة حلوة، كل مرة تحسي انك مش متقدرة تقولي اهو الاكل عمره ما زعلني، فتروحي للاكل وتاكلي. ما بيزعلكيش الاكل، بالعكس بيبسطك، بيديكي احساس حلو قوي وبيعلي معاكي هرمون الدوبامين وبيحسسك بالسعادة، بس سعادة مؤقتة بتدوم لمدة 10 دقايق بس، وبعديها بتحسي بالذنب وبالإحباط، بالذات لما بتطلعي على الميزان تاني يوم وبتحسي ان الميزان زاد، بتكرهي نفسك. لا، انا عايزاكي تعرفي الحقيقة. الحقيقة ايه؟ الاكل الاكل كان بيزعلك، الاكل بيديكي راحة 10 دقايق بس، بعديها في جلد ذات. انا ليه اوصل للمرحلة دي؟ المشكلة مش في الاكل، المشكلة ان احنا بنحاول نسكت مشاعرنا بالاكل. لو بتاكلي عشان تريحي قلبك، صدقيني قلبك محتاج احتواء مش سعرات حرارية. لو حسيتي بالكلام ده اكتبي لي انا فهمت، وانا هتابعك في الكومنتات وهعالجك من الجوع العاطفي. كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. اعملوا لي سبسكرايب على القناه وتابعوني، هنزل لكم سلسله كامله عن الجوع العاطفي وازاي تتغلبوا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم. انا عمري ما كنت مدمنه اكل يا دكتور، انا مدمنه هروب. دي كلمه انا بوجهها لكل الناس اللي عندهم جوع عاطفي. انتي مدمنة هروب مش مدمنة اكل. كل مرة تزعلي فيها تفتحي كيس شيبسي، كل مرة تتوتري فيها تطلبي حاجة حلوة، كل مرة تحسي انك مش متقدرة تقولي اهو الاكل عمره ما زعلني، فتروحي للاكل وتاكلي. ما بيزعلكيش الاكل، بالعكس بيبسطك، بيديكي احساس حلو قوي وبيعلي معاكي هرمون الدوبامين وبيحسسك بالسعادة، بس سعادة مؤقتة بتدوم لمدة 10 دقايق بس، وبعديها بتحسي بالذنب وبالإحباط، بالذات لما بتطلعي على الميزان تاني يوم وبتحسي ان الميزان زاد، بتكرهي نفسك. لا، انا عايزاكي تعرفي الحقيقة. الحقيقة ايه؟ الاكل الاكل كان بيزعلك، الاكل بيديكي راحة 10 دقايق بس، بعديها في جلد ذات. انا ليه اوصل للمرحلة دي؟ المشكلة مش في الاكل، المشكلة ان احنا بنحاول نسكت مشاعرنا بالاكل. لو بتاكلي عشان تريحي قلبك، صدقيني قلبك محتاج احتواء مش سعرات حرارية. لو حسيتي بالكلام ده اكتبي لي انا فهمت، وانا هتابعك في الكومنتات وهعالجك من الجوع العاطفي. كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. اعملوا لي سبسكرايب على القناه وتابعوني، هنزل لكم سلسله كامله عن الجوع العاطفي وازاي تتغلبوا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم. ليه الاحساس بالذنب بيخلينا نرجع ناكل اكتر؟ الاكل العاطفي. ازاي اكسر دايره الاكل؟ بعديها ندم، بعديها ارجع اكل، بعديها ارجع التزم دايت، بعديها يجيلي تاني احساس بالاكل العاطفي فارجع اكل والخبط واندم، وافضل في نفس الدايره دي مخرجش منها، وميزاني يزيد ويجيلي احباط وبطل دايت خالص وابدا اكل بقى على مزاجي ويزيد ميزاني بال20 وال30 كيلو. هرموناتك مش ضدك، مش ضعف شخصيه منك، اوقات بتبقى هرمونات. لازم نفهم جسمنا ونتعامل معاه. لما بتتوتري بتبقي زعلانة، مضغوطة، فرحانة، حاسة بالملل، هرمون الكورتيزول في الجسم بيعلى، غصب عنك بتحسي ان انتي عايزة تروحي لحاجة مسكرة، نشويات، بتاكلي وانتي شبعانة. ده اسمه اكل عاطفي، علشان تحسي بالسعادة والتوتر ده يروح، لان المخ بيفرز الدوبامين بعد ما بتاكلي بقى السكر ويحسسك بالسعاده وجميل ارتاء وجميل كل حاجه، بس انت بعدها بتحسي بالذنب وتأنيب الضمير والاحباط. يا جماعه، النوم والمشي، المشي علاج الاكل العاطفي. لازم اعالج الاكل العاطفي، لازم اعمل لنفسي تمرين تنفس، اهدى،
اهدى ليه اتوتر واكل؟ طب ما انا اهدى اعمل لنفسي دفتر لمشاعري اكتب فيه التوتر، المشاعر، المشاكل، الضغوطات، مبسوطة. كل الحاجات دي بتعملي اكل عاطفي. لازم ابني علاقة صحية بيني وبين الاكل. دكتور شيرين هتساعدكم تبنوا العلاقة الصحية ديت في اقصر وقت ممكن، وهتتغلبوا على الجوع العاطفي. اعملوا لي سبسكرايب